بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اخوان بيريزا هو اسمه بريزا او الفينا، مش عايزينه يكمل في نادي الزمالك. خلاص الامر طلع اللاعب ده ما يكملش في نادي الزمالك. يا محسن بيه، انت عارف هتعملها ازاي؟ وبتحصل. هنجيب له عروض من بره زي اللي قبله، هنجيب له عرض واتنين وتلاتة وبأرقام كبيرة جدا. 4 مليون دولار، 6 مليون دولار، 7 8. بس أهم حاجة خوان بيريزا اللاعب المهاري، اللاعب اللي مفيش زيه في مصر في مهارته، ما يقعدش جوه نادي الزمالك. ما ينفعش يبقى نادي الزمالك عنده لاعب زي ده هو لسه ما عملش حاجة مع نادي الزمالك، لا، بس لاعب تقيل، لاعب تقيل، فيطلعوا يقللوا منه ويطلعوا يتنمروا عليه زي الشحات. ليه؟ عشان اللاعب يتخنق واللاعب يزهق وهو اللي يطلب الرحيل. بعد كده يجي له عروض من بره بأرقام كبيرة. اللاعب بيحب النادي وبيحب الجماهير، بس سياسة التطفيش والوساخة بتطفش أي حد، اللي هما بيتبعوها واللي متابعينها من زمان. اخوان بيريزا مش هينفع يكمل في نادي الزمالك. بتوع الخليج هيبدأوا يشتغلوا أو بدأوا يشتغلوا بعروض بأرقام كبيرة جدا، ولو وصلت 8 أو 10 مليون دولار هيدفعوا. عشان خاطر مين؟ عشان خاطر ده بيلعب في نادي الزمالك، وأي لاعب مميز بيظهر في نادي الزمالك لازم يطفشوه. ولينا تجارب سابقة من سنين طويلة برضه. اما نشوف بقى مجلس الإدارة الموقر أستاذ حسين لبيب هيعمل إيه الفترة الجاية. وقال إن إخوان بيريزا مكمل معانا لآخر الموسم.